عزيز المريسل، التخبطات اللي انت يعني اللي وقعت من المدرب اليوم، خاصه يعني لاعب، من هو اللاعب اللي رجع من المطار؟ فهد غازي. بس هو مسافر بر يا ابو تركي. مسافر الهلال بر. انا اقول لك رجعه. من وين؟ من المطار. في ناس اكدوا لي كثير ان الهلال سافر بر. لا لقاءات امس فضائيه كانوا في المطار. في المطار؟ اللي غششك غلطان. ما هو غششني، انا اقرا من الهاشتاج. انت اقرا من الهاشتاج. مصادرك دائما تاخذ. ما علي من مصادري انا. مقدر الجمهور. هذا عادل اخ عادل مريسل يقول فهد غازي استبعد من المطار. حبيت اوصل معلومات يا عبد العزيز قلها للمريسل، الهلال سافر للشرقيه. انا اللي اعرفه ان طلعوا مطار ورجع من المطار. عادل وصلت الهلال سافر بالمطار، ما سافر بالباص. عبد العزيز اللي شاهدته امس تصريح نائب رئيس الهلال في المطار امس. عموما بخلي ابو عبد الله يكمل. طيب حاولوا الجمهور انهم يزلقونك في الحته اللي اياها. بس برافو عليك. عبد العزيز انا رجل ما تؤثر فيني خساره او فوز. لازم نوصل صوتهم. لا وصل صوتهم بس اخذ السنع يعني ما اخذ. لا عادي كلها. عبد العزيز معليش لاحظتك في لحظه كذا دققت لانك انا متاكد انه لان سؤال من الهاشتاج، انا ما اجيب شيء خاصه في الاسئله. لا تاخذ من لا الهاشتاج لازم اشارك. لو اقول لك لو قالوا راحوا مشي انا قصدي راحوا مشي. انا قصدي لا تاخذ منها ودك. لا خلينا يعني حتى كلهم على العين. لا على العين والراس، على العين والراس. كلهم يا ابو تركي. الحين لما نقول بدايه الحلقه في هاشتاج الحصاد اندرسكور المريسل الرياضي، ومعانا المريسل عبد الكريم محمد. الجمهور يشارك ينقل رسائل. انا اقول لك انا مفترض لما اخذ من الجمهور اخذ الشيء اللي ما يحرجني قدام الناس. يعني حتى احصائيتك ما في احراج اللي انت اخذتها ذيك اليوم انا ما ادري قالوا لي انها مو بصحيحه، بس جهزت الرد عليها. لا ما طيب اوكي. بس انا اقصد يا عبد العزيز انا مفترض اني اخذ يعني كبرنامج يعني لي وضعي، مفترض اني اخذ السنع يعني. لا كلها سنع. يعني قصدك عبد العزيز قاعد يتصيد فيه يعني. لا